مشروع انا بسميه الشمس والرمل. ربنا عاطي لمصر شمس مجانا. اكبر درجه سطوع شمسي في العالم هي اللي تقع على مصر في الدنيا. 7 أضعاف المانيا. لو الالمان وهم مهتمين جدا بالديزرت تك دي او التكنولوجيا الصحراء، واللي عمادها توليد الطاقه الكهربائيه من الشمس، لو حطوا 1,000,000 يورو في مصنع في المانيا يطلع لهم من الطاقه الشمسيه طاقه كهربائيه، معناه ان نفس 1,000,000 يورو لو حطوهم في الصحراء الشرقيه في مصر يديهم 7 أضعاف الطاقه اللي هيطلعوها في المانيا. طيب اوروبا تتجه الان لانها تتخلص من الطاقه النوويه، لان بعد اللي حصل في اليابان اعتبارات الامان بتقل، وتستبدلها بانها تعمل طاقه شمسيه. في طلب اوروبي على انتاج الطاقه الشمسيه في مصر، واستثمارات جاهزه لكي تستثمر في مصر. وعندي بعض الاصدقاء المحترمين ذوي الفضل عندهم تصورات تفصيليه هنعرضها على الراي العام المصري، لان احنا ممكن ننتج في مصر طاقه كهربائيه ونجيب عائدها خلال من 4 ل5 سنوات. تكاليف مشروعات انتاج الطاقه الشمسيه في مصر ترجع تكاليفها خلال من 4 ل5 سنين. نحسبها ازاي؟ نحسبها بيه احنا دلوقتي بنحرق سولار او بترول او غاز طبيعي بالمليون وحده حراريه اللي بيقاوم بيه بكام عشان نطلع كيلو وات كهرباء. لو حسبنا نطلعه ده من الشمس ازاي، هنلاقي اللي بنصرفه على الثيرمال الحراري كمصدر لانتاج الكهرباء اللي بنصرفه في 4 5 سنين يجيب لنا تكاليف انتاج نفس الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه، وتبقى مصر دخلت عصر جديد. اذا تذكرنا ان انقى رمل في مصر في العالم هو الرمل المصري زي البلجيكي، وان ده في ماده السيليكون، ماده السيليكا اللي هي العماد دي لما بتتعمل باساليب معينه في الحرق والصهر وبتطلع كده الواح جرافيتيه زي اقلام الرصاص، دي بيتعمل منها الشيبس اللي هي قاعده الموصلات الكهربائيه في اي منتج الكتروني في العالم، من الكمبيوتر للراديو الترانزستور يعني مصر عندها فرصه حقيقيه بخير موجود فيها في الطبيعه، هبه الله، انها اذا اقدمت على مشروع فيه جساره سياسيه واراده وتوظيف للتكنولوجيا اللي موجوده في بلد زي المانيا ثم اسبانيا. وبالمناسبه انا كنت في زياره لاسبانيا وعملت مباحثات عديده مع رجال اعمال وحكوميين بالذات في كاتالونيا، ومهيئين لانهم تاني بلد في العالم في تكنولوجيا الطاقه الشمسيه، وفي طبعا ده موجود في المانيا، ان يشاركوا. انا هشتغل على اني هقدم شراكه متكافئه ما بين الهبه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بها مصر، شمس ورمال فيها سيليكون، والتكنولوجيا المتوافره في دول اهمها لدي المانيا واسبانيا، دول اوروبيه باحثه عن علاقات تعاون وصداقه تجمع ضفتي البحر المتوسط، ورؤوس اموال مصريه وهي موجوده. انا بقول لكل السائلين يا اخوانا مصر فيها فلوس كتير جدا بس ما بتتوظفش. فيها مليارات لم توضع في خطط اقتصاديه جاده، ما تقدملهاش ضمانات اطار تشريعي محكم، دوله عندها خطه جاده للانتاج، سوق مستقر في العالم. انا بقول ان احنا في هذا المشروع وهو مجرد نموذج طاقه شمسيه وسيليكون، الشمس والرمل تكنولوجيا نتشارك فيها وننقلها ونوطدها، رؤوس اموال مصريه واستعداد اوروبي للتمويل. بالمناسبه التمويل ده مش انا جايبه، ده معلن. يعني الاوروبيين اعلنوا هم مستعدين يستوردوا ربع الكهرباء اللي بيستخدموها في اوروبا من مصر اذا كان مصدرها طاقه الجديده، الطاقه النظيفه، الطاقه الشمسيه. انا هجمع العناصر دي بخطه
علماء مصر يحكموها، البرلمان المصري يوافق عليها، الشعب المصري يتفهمها. وهعرض ده تفصيلا، لان انا موضوع الشمس والرمل على رأس اهتماماتي، لان مؤمن ان نهضة مصر اللي هيقودها التصنيع